والله يا أهل الله يسامحك. يعني بتروح تعرنا في أوروبا بنعديها، بتحرجنا قدام الناس اللي تبعنا هنا في مصر، بنقول ماشي. بتروح القارة الأفريقية تتضرب في كل حتة في القارة الأفريقية بنعديها. مفيش حد طايقك ولا حد مستحمل حقارتك وفسادك وقرفك، وبنقول اهو جوه مصر ومداريين عليه وبنعمل فيها بلعين المسرحية. رايح تخبط في فلسطين والراجل الفلسطيني وبتاع، وعمال بقى تغلط وتقول عليه اصله خاين زي شعبه وبتاع. يا عم ما تتخانق مع اللاعب لوحده. ايه علاقة فلسطين والشعب الفلسطيني وتجيب سيرة الخيانة وتجيب سيرة ايه يا عم؟ ايه القرف ده؟ ايه يعني؟ لعيب مش طايق يلعب عندك، الراجل مش عايز يلعب عندك، انت مغسلة بتدفع فلوس كويسة، فهو الراجل لقى فلوس في حتة تانية. انت هتصدق انك نادي وهتصدق انك في حد بينتمي لك وان في حد هيموت نفسه عشانك؟ انت نادي ملكش لازمة، ولازم تقتنع انك ملكش لازمة. انت معمول مغسلة، بيتغسل عندك فلوس مشمومة بتخش البلد، فانت لازم تفضل نادي بتاخد بطولات، ولازم تفضل نادي عندك كل الامكانيات دي عشان يفضل يتغسل عندك. فولا انت في حد بيحبك، ولا في حد هيموت نفسه عشانك، ولا في حد بيلعب عندك عشان البطولات. انت ملكش لازمة، انت ملكش لازمة. اقتنع، اقتنع، انت مغسلة، شوية فلوس مرمية اللعيبة بتنبش فيها، فجأة حد تاني دفع خد اللاعب منك. لكن هتصدق نفسك وان انت نادي، وان انت عندك محبين وعندك ناس بقى عايزة تلعب عندك؟ يا حبيبي مفيش منه، ما تكدبش الكدبة وتصدقها. انت مفيش حد عايز يطيقك، بس ده كوم، ده كوم. وان انت تخلي الاتحاد الفلسطيني يرفع بيان انه خايف على اللعيب بتاعه. ايه يا عم؟ مش زيزو كان احتراف؟ وان زيزو يلعب في الاهلي ده احتراف؟ ويا جمدانك يا اهلي، ما تسيب يا عم الراجل يمشي، بيعه يا عم. يعني انت غريب، انت غريب. فانت ما تعيش ولا ترسم ان انت نادي كبير. سيب اللعيب، ولو هتبيعه بيعه وما تتهجمش عليه. وبعدين احنا في زمن الاحتراف يا اهلي، مالك بس؟ لكن توصل لدرجة التخوين وان ده مش فلسطيني واحنا اللي عرفنا فلسطين عليه، وان انت خاين زي شعبك، وان انت مش عارف ايه. عرفتوا ان في حاجة اسمها خيانة فجأة؟ فجأة اكتشفتوا الخيانة فجأة. وبعدين هو اول لاعب، انت كل يوم لعيب بيخلع منك، ما تزيدش قوي بس.